السلام عليكم، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ معاكم يوسف الشوني في مقطع فيديو جديد. ايوه للاسف احنا ما عدناش هنظهر بالفالينا تاني، وده عشان احصائيات اليوتيوب بتقول ان في بنات كتير فشخ، نسوان كتير بتتفرج عليا وانا مش عارف ليه. انا مش شايف بصراحه سبب واضح للموضوع ده غير اني وسيم، يعني وسيم حبتين، يعني وسيم شويه. بما اننا عملنا بتاع حوالي 5 حلقات فانا قررت اعملها برنامج، وقعدت افكر ايه الاسم المثالي للبرنامج. فكر معايا كده لو هتعمل برنامج بروفيشنال زي اللي انا بعمله ده. فقعدت افكر طيب انا كنت بطلع بالفالنة، دلوقتي مش بطلع بالفالنة، فقلت احط اسم البرنامج وهو كنت بفالنة وتاب. انا مش عارف، وانا كنت حاسس ان هو كريتيف قوي بصراحه، بس مش عارف يعني لو انتوا شايفينه كريتيف تمام. الحلقه دي اسمها وفاء هارب في الواي فاي، يعني واضح جدا ان احنا هنتكلم عن مدمنين الانترنت والتيك توك والتطبيقات بشكل عام. يعني ده مرض بيسموه الاب اديودكشن، اسمها موجود. هو ده مرض ابني. في ناس تلاقيهم حياتهم كلها موجوده على الواتساب، وهي حياته كلها عايش في تطبيق الواتساب بس. تبعت له رساله في اي وقت هيرد عليك، اي وقت في اي لحظه في اي مكان. لو الساعه 12 او 3 بالليل الفجر تبعت له هيرد عليك. ما تعرفش بينام امتى، بيصحى امتى، ولا بيعمل ايه في حياته. انا والله ما يعني بجد خدمه العملاء ما بيعملوش الحركه دي. انت الراجل ده لو مات هيكتبوا على قبره اخر ظهور ليه منذ 30 دقيقه مثلا. انا حاسس ان الكاميرا اتحركت لوحدها. ايوه كده يا عم، ايوه كده نشوفكم كويس، بتشوفونا كويس يا عم. الناس اللي هي حياتهم متعلقه بالانترنت، حياتهم لما بتقف هي الكاميرا بتتحرك لوحدها ازاي؟ يعني انا مش فاهم. المهم ان انتوا شايفيني، اظن الكواليتي جامده فشخ. هو نفس التليفون بصراحه، بس بقيت بتحكم في الاضاءه احسن. بس انا اعمل زي بتوع الستاند اب كوميدي يا جدعان. هشرب ميه لما بيتزنق ما بيلاقيش كلام بيقولوا هشرب ميه. ايوه المهم الناس دي لما النت بيفصل عندهم بيبقوا قاعدين طول اليوم في الاوضه بتاعتهم وكده، بيطلعوا بقى من الاوضه يبداوا يكتشفوا بقى العيله بتاعتهم. ايه ده؟ اخويا؟ ايه ده؟ امي؟ ما شفتكيش من زمان والله. اختي؟ ويلاقي كده راجل قاعد بقى على الكنبه ولا حاجه، يقول له يا ابني يا حبيبي انزل اشتغل معايا يا ابني في المحل بتاع الفاكهه، تعالى نبيع فاكهه مع بعض ومش عارف ايه. فيبدا يبص له باستغراب كده، ايه ده؟ مين ده؟ مين الراجل اللي قاعد على الكنبه ده؟ مين ده؟ مش اخد بالي والله. ايه ده؟ انا ناسي ابويا بتاع الفاكهه. انا ناس وبتاع الفاكهه، انا ناسي. الكاميرا اتحركت لوحدها من كتر العظمه. وفي ناس بقى اللي هي بتصور حياتها كلها بشكل عام، اللي هو اي حاجه في الدنيا بتصورها. وتحديدا بتكلم عن الناس اللي هم بيصوروا الاكل وكده. لما بيروحوا في اي حته بيقعدوا يصوروا الاكل اللي هم بياكلوه. غالبا الناس دي لما بتكبر بيشتغلوا فود بلوجر. بعدين بصراحه الفود بلوجر كل اللي بيعمل ايه؟ بيشغل الكاميرا وياكل ويقول الاكل ده سوزي. الفود بلوجر دول كلهم بيطلعوا في الاخر قرايب وفاء، عشان بطنهم دايما بيبقى عامر بالاكل. وفي ناس حياتها كلها على الفيسبوك، ده اللي هو بتلاقيه بينزل 100 بوست في اليوم مثلا، اللي هم غالبا الناس دي ما بيقولوش عليه بوست، بيقول عليه منشور. وتلاقيه منزل بوستات بنت اللي هو مثلا غدانا النهارده يا اخواتي، مين موافق معايا على الكلام ده؟ صوره سيلفي ليه هو في المطبخ. انا بحب القطط المقلبظه. ولا البرنامج التاني اللي اسمه تويتر واللي اتجدد وبقى اسمه اكس، يفرق ايه عن اكس التاني غير ان لونه اسود مش ازرق؟ ماشي. الناس على تويتر تلاقيهم دايما بيحكوا مشاكلهم العائليه، بس ما بيعملوش حاجه غير انهم بيحكوا مشاكلهم العائليه. تلاقيه منزل صوره لنفسه معمول عليها بلور مثلا ويكتب لك ستيب ماي مام مثلا، ابي انا لست ام. بصراحه بقى يا جدعان، بصراحه انا ما لقيتش برنامج محترم ولا تطبيق حقيقي فعلا او محتوى حقيقي غير على برنامج اليوتيوب. اليوتيوب دي اجمد واعظم منصه موجوده في الدنيا كلها. يا ريت لو حد من وكلاء اليوتيوب او الناس دول بيتفرجوا عليا يعملوا شير. حتى الناس اللي بتقدم محتوى على اليوتيوب تلاقيهم بيقولوا لك ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس وتضغط اشتراك وتكتب لنا في التعليقات رايك في الحلقه اللطيفه الظريفه الجميله الفشيخه، وتدوس لايك وتكتب في الكومنتات لو عندك اي افكار. انا عرقت. وده كان الموسم الاول والحلقه الاولى من برنامج
كنت بفلنا وتاب. والسلام عليكم. ايوه انا